فيلمنا النهاردة بيحكي عن بنت بتعمل عقد مع إبليس وبتوهب له روحها والمقابل بيكون شيء مخيف. ومن غير ما نطول عليكم يلا بينا نبتدي فيلمنا. بيبدأ الفيلم سنة 1990 واحنا شايفين واحدة حامل وفي راجل بيتهجم عليها وبتقع من على السلم من دور عالي، وفجأة بنلاقيها بتدفن طفل مشوه ولكن بتطلعه تاني، وبعدين بنشوفه هو في ايديها وهو في الكفن، وبتكون قاعدة مع مشعوذة وبتديلها كتاب إبليس وبتقول لها إذا التزمت بالتعويذ دي هتقدر تحصل على اللي هي عايزاه. وبعد كده بنشوف جنازة وطفل قاعدة وبتكون اسمها هاجر، ولكن بتتخيل حاجات غريبة حواليها وبتشوف الناس كلها بتبصلها وثابتة في مكانها، وبعدين بتشوف أشباح، وفجأة بتصحى من النوم وبنكتشف إن هي كانت بتحلم بنفسها وهي صغيرة، وبنكون في سنة 2022 وبيكون قاعد جنبها رشاد حبيبها واللي بتكون حامل منه من غير جواز، وبيكونوا رايحين لمكان تقعد فيه لحد ما تولد علشان الفضيحة، ودي بتكون رغبة مامتها اللي بنفهم من خلال تريقة رشاد عليها إنها دكتورة نفسية. وأثناء ما بيكونوا ماشيين بتفضل هاجر تتخيل إن في أشباح بتطاردها وده بيخض رشاد جدا، وأول ما بيوصلوا بتقول هاجر لرشاد إنها حاسة إن المكان فيه شيء مخيف، وبتقف هاجر قدام شجر على هيئة كوخ، ولما بتيجي تصورها بتتفاجئ بحاجة غريبة اتحركت وبتتخض جدا، ومرة واحدة بتلاقي جنيدة بتنده عليها وبتقول لها إن الشجرة دي جذبت ناس كتير للمكان هنا، وبنعرف إن جنيدة هتكون مرافقتها لحد الولادة. ولما بيدخلوا البيت بيقول لها رشاد إن هو شامم ريحة شيء ميت في المكان، وبتتعرف عليها جنيدة وبتحبها وبتطلب منها إن هي تصلي علشان وقت الصلاة جه، ولكن جنيدة نفسها ما بتتحركش من مكانها. وعلى العشاء بنشوف جنيدة وهي بتسألهم عن نوع الجنين إيه، فبترد عليها وبتقول لها إنه لسه ما تحددش وإنه للأسف مش واضح، ولكن غالبا هيكون بنت، فبتقول لها إن هي ممكن تعرفها نوع الجنين بالطريقة التقليدية، وبتاخدها للأوضة وبنشوف هاجر وهي نايمة على الأرض وجنيدة معاها وبتعمل لها طقوس غريبة، وأثناء ما هي حاطة إيديها على بطنها إيديها بتتزق، وبتقول لها إنها أكيد عملت حاجة غلط في الحمل ده، وبتبكي هاجر وبتقول لها إن هي عملت كل حاجة غلط، شربت سجاير وكحوليات وللأسف بدل ما الجنين يموت هيطلع مشوه. فبتسألها جنيدة عن سبب إن هي مش عايزة تحتفظ بالجنين، فقالت لها إن هي معرفتش تحافظ على أخوها الصغير، إزاي هتقدر تحافظ على طفل، وإن الوحيد اللي بيشاركها كل حاجة هو رشاد وإنها محظوظة إن هي معاه. وبتهون عليها جنيدة، بس لما بتيجي تاخدها في حضنها بتشوف خيال بيتحرك بسرعة في الشباك، وبنروح لرشاد اللي بيكون بيتكلم في التليفون بره في العربية، ولكن رشاد بيلاقي كلب صوته عالي فبيزعق له وبيسكت الكلب، وبعدها بنلاقيه بيقرب منه، وفجأة بنلاقي ناصر هو اللي واقف عند شباك عربيته، وبيكون ناصر ده مساعد جنيدة، وبيقول له ما ينفعش تفضل في المكان ده كتير لوحدك، فبيتخض رشاد وبيسمع كلامه وبيرجع للبيت. وبنرجع لهاجر اللي بتحس ان هي سامعه صوت حواليها وبتفتكره رشاد، ولكن لما بتخرج ورا الصوت بتلاقي ناصر داخل الاوضه، فبتروح تتجسس عليهم وبنفهم ان هم على علاقه ببعض، بس بنلاقي رشاد مره واحده واقف وراها، فبتمشي وبتجسس هو مكانها ولكن ما بيلاقيش حد واقف اصلا، ومره واحده بيلاقي شبح ظهر له، وبنرجع لهاجر وبنشوفها وهي واقفه قصاد المرايه ولكنها بتسمع صوت، وبتلاقي باب المخزن بيتحرك فبنلاقيها بتقول ان اخوها، وبتفتح الباب بس وهي داخله بتلاقي ايديها كلها دم، وفجأة بتلاقي شبح ولد صغير جاي عليها بيجري، فبتتخض وبتقفل الباب وبتروح على السرير جنب رشاد وبتمسك ايديه، ولكنها بتلاقي دي ايد الشبح، فبتصرخ هاجر وبيصحى رشاد مخضوض وما بيلاقيش اي حاجه من اللي هي خايفه منها، وبيقول لها ان هي اكيد بتحلم مع ان هاجر ما نامتش اصلا. وتاني يوم بنشوفها واقفه مع جنيدة وبتقول لها على اللي شافته امبارح وبتبدا تحكي لها عن اخوها اللي مات، وبنرجع للماضي وبنشوف هاجر وهي صغيره وبتلعب هي وحازم اخوها مع بعض، ووالدتها بتكون متضايقه جدا من شقاوتهم، لكن مره واحده في حاجه بتوقف هاجر وبعدين بترجع لطبيعتها مره تانية، بس للاسف بيكون اخوها وقع في البير، ووالدتها بتتهمها ان هي السبب لانها اهملته، فبتهون عليها جنيدة وبتديها عصير عملته لها مخصوص لونه احمر. ولما بتكون هاجر في اوضتها بتشوف جنيدة وهي في الكوخ اللي في الشجره، وبيكون واضح ان الكوخ فيه كائن غريب بيتحرك، ولكن جنيدة بتشوف هاجر فبتخاف هاجر وبتدخل من تاني لاوضتها، وبتنام هاجر وبنلاقي فيه اكتر من ايد للشبح بتيجي حواليها وبعدين بتقف، ومره واحده بتتجمع الايادي كلها حواليها وبياخدوها للبير اللي اخوها غرق فيه، وبتكون شايفاه وبتحاول تقرب منه، بس اول ما بتقرب وبتوصل له بتلاقيه اختفى وبيقول لها اخرجي، وبعدها هي كمان بتتشد وبترجع لسريرها، وفجأة بتصحى من النوم وبنكتشف ان هي كانت بتحلم، وبتكون هاجر سمعت رشاد وهو بيتكلم مع حد ان هو عايز يروح ويسيبها، وبنفهم ان والدتها ادت له فلوس علشان يكون معاها وانه مش بيحبها ولا حاجه، ولما بتواجهه هاجر بيفهمها ان هو شاكك اصلا في نسب الطفل ليه، فبتتحول هاجر وبتصرخ في وشه صرخه كبيره جدا بتهز البيت كله وبترعب رشاد، وفعلا بيمشي، ولما بيجي يمشي ما بيعرفش لان الباب بيكون مقفول، فبيحاول يروح عند اوضه ناصر ولكنه بيلاقي جنيدة فيها وبتطلب منه يفضل مع هاجر، ولما بيرفض طلبها باستهزاء بتروح تطعنه في رقبته بالمفك وبتخليه يحاول يتنفس الاول شويه، وبعدين بتحط السيجاره مكان جرح المفك وبتقول له اشربها من هنا احسن، وبيجي ناصر وبيقول لها قتلتيه ليه، هو ما عملش اي حاجه، فبتقول له ان هو اهمل في ابنه ولازم يموت، وبنشوف جنيدة بعدها وهي واقفه وايديها ورقبتها كلها جروح، وبيقول لها ناصر ان هي كل مره بتعمل فيها كده حالتها بتسوء اكتر،
وبتقول له ما تقلقش عليا بس مكونات العصير الأحمر خلصت، وبيسألها عن السبب اللي بتخليها تديهولها، فبتقول له علشان تولد وإن اللي قبلها ما كانوش أصحاء لكن المرة دي كل شيء مختلف. وبنروح لهاجر وهي بتسمع صوت، ولما بتمشي وراه بتلاقيه جاي من الكوخ، ولكنها بتلاقي في الكوخ أشلاء حد ميت، وكمان الكلب بيطلع إيد شخص حقيقي وبتكون دي إيد رشاد، فبتخاف وبتفضل تصرخ وبتلاقي حد مسك رجلها فبتقع على الأرض وبتفقد الوعي، وبتكون إيد الشبح لسه هتلمسها، ولكن الصدمة إن جنيدة بتوقفه وبتقول له إن مش ده الوقت المناسب، وبتدخل الكوخ وتسأله هو قتل حد ليه لأنها لسه مأكلاه. وبعدها ناصر بياخد هاجر وبيطلعها لأوضتها، وبنشوف هاجر وهي بتغرق ولكنها بتحلم كالعادة، ولكن لما بتقوم من النوم بتلاقي هدومها كلها اتغيرت، وبتبقى شاكة إن اللي شافته كان حلم أصلا. وبتروح هاجر تصلي وبنشوفها وهي بتبكي وبتشتكي لربنا، وبعد ما بتخلص صلاة بتلاقي الجنين بيعنفها داخل بطنها وبيحاول يخرج عن طريق بقها، لكن الوضع بيستمر للحظات وبيختفي، والمرة دي ما بتكونش بتحلم. وبعدين بتقرر هاجر إن هي تواجههم، وبتروح لجنيدة وبتسألها هي مخبية ايه جوه الكوخ وبتتعصب عليها، فبتقول لها جنيدة أنا هحكي لك القصة الخرافية اللي الناس بيتكلموا عليها، وبتقول لها إن البيت ده زمان كان فيه واحدة حامل من غير جواز ولكن والدها رفض ده. وبنشوف أول مشهد شفناه خالص وبنفهم إن اللي شفناه دي تبقى جنيدة، فبينبهها ناصر إن هي تسكت وبتسكت فعلا، ولكن بنشوفها وهي بتفتكر، وبنعرف إن حصلت حريقة ضخمة فهربت جنيدة وحبست أهلها جوه البيت، وكانوا بيستنجدوا بيها لكنها قفلت الباب عليهم، وبيكون ده سبب حرق جزء من وش ناصر لأن هما الاتنين بس اللي نجوا. وبتقول لها لو عايزة تمشي امشي، وبتسيبها على أساس إن هي هتجيب حاجات هي وناصر، ولكنها بترجع من وراها وبتقفل الباب. وبنشوف هاجر وهي ماسكة العصير، ولكن للحظة أدركت إن العصير ده بيسبب لها عنف من الجنين وعدم إدراك عموما. وبتشوف الهدوم اللي كانت لابساها وبتلاقيها مقطوعة، فبتتأكد إن هي ما كانتش بتحلم قبل كده. وبتشوف صورة لشجرة الكوخ وبتفتكر لما كانت بتصورها أول ما وصلت على البيت، وبتيجي تفتح الصورة وبتتصدم لما بتلاقي صورة جنيدة في حضن الشجرة، وبتحاول تهرب ولكنها بتلاقي الباب مقفول، فبتفتكر حلم أخوها وهو بيقول لها اخرجي، فبتروح لباب المخزن وبتفضل تنادي عليه ولكنه ما بيظهرش، بس فجأة بتسمع صوت، ولما بتروح عند الصوت بتلاقي كلب عينيه بتنور بيهجم عليها، فبتهرب بسرعة ولكنها بتطلع من باب تاني وبيكون باب أوضة جنيدة، وبتلاقي درج مفتوح فيه كتاب مليان طلاسم ليه علاقة بالأجنة وكمان سراير الأطفال، ولكن في سرير بيكون في لفة وباين إن هو طفل، لما بتفك اللفة من عليه بتلاقيه هيكل عظمي لطفل محنط. وبتحاول تجري هاجر ولكن إيد بتمسكها من تحت السرير وبتكون بنت، وبتقول لها ساعديني لأنها عايزة تقتلني، ولما بتمد لها هاجر إيديها بتلاقيها اتحولت لشبح، فبتخرج هاجر وبتقفل الباب عليها. وفي اللحظة دي بتوصل جنيدة وناصر وبتكون هاجر تحت، وبتفضل هاجر تترجى في ناصر إنه يقف جنبها وإنه باين عليه إنه شخص طيب، وفعلا بيساعدها ناصر تهرب وبيديها مفتاح البوابة، ولكن بتيجي جنيدة وبتضربه بالفاس على راسه مرتين وبتدخله في أوضة وبتكتفه، وبيفضل يقول لها انت بقيتي مهووسة بالطفل، فبتتعصب عليه وبتقول له انت اللي بدأت. وبنرجع للماضي والمشهد الأول من فيلمنا وهي بتطلع الطفل بعد ما اتدفن، واللي بنعرف إنه ابنها من ناصر، ولما ناصر بيلاقيها متعلقة بيه بيقول لها أنا عندي طريقة ترجعهولك، وبيروحوا لمشعوذة وبتديهم كتاب لطلاسم إبليس، وبنعرف إنها لازم تسحب روح طفل لسه مولود على هيكل ابنها. وبنروح لهاجر وهي بتجري من جنيدة وفتحت البوابة فعلا، ولكنها بتتفاجئ بشبح على الرصيف بيضعف قوتها، وبعدها بيجي ريني وده الوسيط اللي جابها للمكان ده، وبتقع هاجر على الأرض وبنلاقي جنيدة وراها، وبعدها بنشوف هاجر وهي متكتفة وبتكون جنيدة عايزاها تولد، وبتفضل تتوسل ليها هاجر إن هما ممكن يربوا الطفل مع بعض، وبتكون جنيدة معترضة على كلامها لأنها شايفة إن هاجر كانت عايزة تموت ابنها يبقى ما تستاهلش أبدا تربيه. وبتولد هاجر وبتبدأ جنيدة تعمل الطلاسم، ولكن بيبتدي يظهر مع الطلاسم كائن غريب وده اللي كان عايش في قلب الكوخ، وفجأة بياخد هيكل ابنها منها وبيحطمه، وبتفضل تقول له ليه عملت كده، وبيمتص روحها وبيكسر راس ريني لما بيحاول يهرب، وبيتجسد في صورة جنيدة، وبتفضل هاجر تناجي ربنا، ولكنه بيقول لها دلوقتي افتكرتي ربنا، وبيقول لها طول ما انا موجود هتفضلي ناسية ربنا، وبنفهم ان هو ده ابليس، وبيكون رايح علشان ياخد ابنها وبيقول لها انه بقى وريث ليه، ولكن بيجي ناصر وبيسحبه وبيعلقه فوق وبيفك هاجر، ولكن ابليس بيفضل يفكرها بذنوبها ويضعف قوتها في رحمة ربنا، وبيقول لها انت معاكي ابن من غير جواز وموتي اخوكي، لكنها ما بتسمعلوش وبتقوم تقول له لو كان ده قدري فانا راضيه بقضاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، فالكلام ده بيضعف قوه ابليس اللي بيكون متلبس جنيدة. وبعد كده ناصر وهاجر بيفضلوا يقروا تعويذه علشان يخفوه، وفعلا بيحصل ده، ولكنه ما بيسيبش جنيدة تروح معاهم وبياخدها منهم. ولما بيكون ناصر وهاجر ماشيين بالعربيه بتساله يعني ايه وريث ليه، فقال لها ناصر هاخدك للمكان اللي هيعرفك كل حاجه. وبنشوف هاجر وهي بتفتكر لما اخوها غرق وان هم ندهوله في البير من خلال صورتها هي، ومن اليوم ده وهم متابعينها، يعني كان قدرها من ربنا ان هي توصل للمكان ده.
وبتصحى هاجر وبتلاقي نفسها مع ناصر ومعاه المشعوذة وبتقول لها ما تخافيش احنا دلوقتي بقينا عيلة واحدة وابنك بقى خلاص وريث لينا. وبنلاقي ان ابنها اتحول وبنفهم ان ناصر كل ده كان بيعشم جنيدة بان طفلها هيرجع علشان مستنيين الوريث اللي جاي من هاجر، وبيخلص فيلمنا على كده. بس في النهاية حابين نقول لكم ان الله غفور رحيم وان رحمة ربنا وسعت كل شيء، ومهما كنت عملت ذنوب كتير فاللجوء لربنا هو خير اللجوء، ومهما كان الشيطان قوي فهو ضعيف امام قضاء الله وقدره. وبكده بيكون خلص ملخصنا النهارده. ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس وسيبوا لنا رايكم في الكومنتات وقولوا لنا ايه الافلام اللي حابين نلخصها لكم.